الجزء العاشر. توبين. مناوشة في ليتل كولورادو. الكتباسيز. كيف أتى الرجل المتعلم. جلانتون والقاضي. وجهة سير جديدة. القاضي والوطاويط. جوانو. الفارون من الخدمة. الملح الصخري والفحم. المالبيز. آثار حوافر. البركان. الكبريت. القالب. مذبحة السكان الأصليين. في الأيام التالية تلاشت آثار الجيلينوس كلها، وتعمقوا أكثر داخل الجبال، ثم جثموا بصمت بجانب نيران أخشاب الهضاب الطافية والشاحبة مثل العظام، في حين كانت ألسنة اللهب تتعرج مع رياح الليل ويتصاعد منها ذلك الدخان الحجري. جلس الصبي وساقاه متصالبتان وهو يصلح رباطا بمثقاب استعاره من القسيس السابق توبين، وكان ذلك الذي لا يرتدي عباءة الراهب ينظر إليه بارتياب وهو يعمل. هل قمت بذلك سابقا؟ قال توبين. مسح الصبي أنفه بضربة من كمه المشحم، ثم أدار القطعة في حجره وقال: لم أفعل. حسنا، لديك البراعة أكثر مني. هناك قليل من الإنصات في هبات الرب. رفع الصبي نظره إليه ثم انكب على عمله مرة ثانية. هو كذلك، قال القسيس السابق. انظر حولك. تفحص القاضي. لقد تفحصته أنا. يبدو أنه لا يروق لك. حسنا، ولكن الرجل له لمسة على أي شيء. لم أره ينكب على عمل قط، ولم يثبت أنه بارع فيه. سحب الصبي الخيط المزيت من خلال الجلد وشده بإحكام. إنه يتكلم الهولندية، قال القسيس السابق. الهولندية؟ نعم. نظر الصبي إلى القسيس السابق وانحنى فوق ما يصلحه. إنه يتكلمها لأنني سمعته وهو يتكلم بها. لقد قطعنا الطريق على مجموعة من المهاجرين المجانين عند إيلانو، وتحدث قائدهم باللغة الهولندية كأننا كنا جميعا على أرض هولندية. ورد عليه القاضي مباشرة. ثم أتى جلانتون مترجلا عن حصانه. لم يكن أحد منا يعلم أنه يتكلمها. سألناه: أين تعلمها؟ هل تعرف ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال: من رجل هولندي. بصق القسيس السابق. لم أكن لأتعلمها من 10 رجال هولنديين. ماذا عنك؟ هز الصبي رأسه. لا، قال توبين. إن عطايا الرب ذي القدرة تقدر وتوزع في ميزان غريب عليه هو نفسه. إنه حساب غير عادل ولا أشك في ذلك، ولكن علينا أن نكون أول من يسلم به، وعليك ترك سر ذلك التساؤل عنده. من؟ الرب. الرب. هز القسيس السابق رأسه ونظر عبر النار نحو القاضي. ذلك الشيء الضخم عديم الشعر، لا تستطيع النظر إليه إلا وتشعر أنه قادر على التفوق في الرقص على الشيطان نفسه. الآن هل تستطيع؟ يا إلهي، إن الرجل راقص، ولن تستطيع أن تضاهيه في ذلك. ويعزف على الكمان. إنه أعظم عازف كمان سمعته، الأعظم. يستطيع تتبع الأثر والرمي بالبندقية وركوب الخيل وتتبع أثر غزال. لقد ذهب إلى كل أنحاء العالم. جلس هو والحاكم حتى وقت الفطور. كان ذلك في باريس ثم في لندن. إنه يتكلم 5 لغات، عليك أن تسمعه يتكلمها. الحاكم نفسه رجل متعلم، ولكن القاضي. هز القسيس السابق رأسه. ربما هذه هي طريقة الرب.
ليبين كم هي كثيرة الأشياء التي يضعها في المتعلمين. ماذا يمكن أن يعني ذلك لمن يعرف كل شيء؟ إنه حب غير مألوف للمألوف، ويضع الرب حكمته الإلهية في أضعف خلقه، بحيث يتكلم صوت الرب بشكل أعمق من خلال تلك المخلوقات التي تعيش هي نفسها في صمت. راقب الصبي وقال: دع الأمور تسير كما هي عليه، الرب يضع سره في أضعف خلقه. اعتقد الصبي أنه يقصد الطيور أو الأشياء التي تزحف، ولكن القسيس السابق الذي كان يراقب ورأسه مائل قليلا قال: ليس لكل إنسان يمنح ذلك الصوت. بصق الصبي في النار وانكب على عمله وقال: لم أسمع أي صوت. عندما يتوقف، قال توبن، ستعرف أنك كنت تسمعه طوال حياتك. هل هذا صحيح؟ نعم. قلب الصبي قطعة الجلد على حجره، وراقبه القسيس السابق. في المساء قال توبن: عندما ترعى الخيول وينام الجميع، من يسمع صوت الخيول وهي ترعى؟ لا يسمعها أحد إذا كانت نائمة. نعم، وإذا توقفت عن الرعي من يستيقظ؟ كل رجل. نعم، قال القسيس السابق، كل رجل. رفع الصبي نظره: والقاضي، هل يتحدث الصوت إليه؟ القاضي، قال توبن ولم يجب. لقد رأيته من قبل، قال الصبي، في ناكوك دوتشيز. ابتسم توبن. كل رجل في المجموعة يدعي أنه قابل ذلك الوغد صاحب الروح السوداء في مكان مختلف. فرك توبن لحيته بظاهر يده. لقد أنقذنا جميعا، علي أن أرد له ذلك. لقد قدمنا من ليتل كولورادو، ولم يكن معنا ولا رطل من البارود في المجموعة. رطل؟ لم يكن لدينا بالكاد درهم. كان هناك على صخرة في وسط أعظم صحراء تتمنى رؤيتها. جثم فوق هذه الصخرة كرجل ينتظر عربة. ظنه براون سرابا. كان من الممكن أن يطلق عليه الرصاص وأن يصيبه من أول مرة لو أراد ذلك. كيف حدث أن كنتم بدون بارود؟ أطلقناه كله على الهمجيين. استكنا لمدة 9 أيام في كهف، وفقدنا معظم الخيول. لقد كنا 38 رجلا عندما غادرنا مدينة تشيهواهوا، وكنا 14 عندما وجدنا القاضي، منهكون على نحو مميت وهاربون. عرف كل رجل منا أنه في تلك الأرض المهجورة في مكان ما زقاق مسدود أو ربما كومة من الحجارة. هناك سنجر إلى مواجهة نكون فيها ببنادق فارغة. القاضي أعطى للشيطان مهمته. أمسك الصبي المسمار الصغير بإحدى يديه والمثقاب في الثانية، وراقب القسيس السابق. كنا في السهل طوال الليل، وصعدنا قليلا في اليوم التالي. كان الهنديان من ديلاوير يدعوان بين الفينة والأخرى إلى التوقف وينزلان على الأرض للتنصت. لم يكن هناك مكان نهرب إليه ولا مكان نختبئ فيه. لم أعرف ماذا كانا يريدان أن يسمعاه. لقد كنا نعلم أن الزنوج الدمويين موجودون هناك، وكان ذلك بالنسبة لي يعتبر معلومة كافية، ولا أريد المزيد. لقد كنا نتوقع أن شروق الشمس ذلك اليوم سيكون الأخير بالنسبة لنا. كنا نراقب الطريق خلفنا. لا أعلم إلى أي مدى يمكنك الرؤية. 15 20 ميلا. بعدئذ عند وقت الزوال في ذلك اليوم التقينا مصادفة بالقاضي فوق صخرته هناك في البرية لوحده. نعم، ولم يكن هناك صخور غير تلك. قال إيرفينغ إنه أحضرها معه، وقلت إنها مجرد صخرة ليحدد بها موقعه في الخلاء
حيث لا يوجد شيء البتة. لقد كان معه ذات البندقية التي تراها معه الآن، مغطاة بالكامل بفضة ألمانية، والاسم الذي أطلقه عليها مسجل بسلك فضي موجود أسفل قطعة الدلالة باللاتينية. وفي أركاديا أنا، إشارة إلى طبيعتها المهلكة، من المألوف بالنسبة للمرء أن يسمي بندقيته. لقد سمعت أسماء مثل الشفاه الحلوة وأصغي من القبور وكل أنواع أسماء السيدات. اسمه كان الأول والوحيد الذي رأيته في حياتي باقتباس من الأدب الكلاسيكي. كان يجلس هناك بدون حصان، فقط هو وأرجله متصالبة. كان مبتسما عندما وصلنا وكأنه كان يتوقع وصولنا. كان معه حقيبة قديمة من قماش القنب ومجزعة صوف فوق أحد كتفيه. كان في الحقيبة زوج من المسدسات وتشكيلة جيدة من النقود الذهبية والفضية. لم يكن لديه مطرة. لقد كان مثل لا يمكنك أن تكتشف من أين أتى. قال إنه كان مع مجموعة في عربة ثم نزل منها ليمضي وحده. أراد ديفي أن يتركه هناك، ولكن ذلك لم يكن ليتلائم مع سمعته الحسنة، وذلك لا يتلائم معها الآن أيضا. تفحصه غلانتون. كان يوما شاقا حتى لمجرد تخمين ماذا سيفعل بذلك الشخص على تلك الأرض. أنا لا أعرف حتى هذا اليوم. كان لديهم تجارة سرية، بعض الاتفاقيات المرعبة. تأمل، سترى أنني على صواب. كان الأمر يتطلب آخر حصاني تحميل لدينا، وقطع الأربطة وترك المحافظ تستقر حيث وقعت. وامتطى القاضي حصانا ومشى مع غلانتون جنبا إلى جنب، وما لبثا أن بدأا يتحدثان كأخوين. لقد امتطى القاضي ذلك الحصان بدون سرج مثل الهنود، وركب عليه وقبضته وبندقيته موضوعتان أعلى كاهل الحصان، ثم نظر حوله بأعظم ارتياح في العالم، وكأن كل شيء انتهى كما خطط له، وكأنه من غير الممكن أن يكون يومه أفضل من ذلك. لم نكن قد ابتعدنا كثيرا قبل أن يقحمنا في طريق جديد إلى الشرق بحوالي 9 خانات على البوصلة. أشار إلى سلسلة جبال تبعد ربما 30 ميلا، وانطلقنا نحو تلك الجبال دون أن يسأل أي منا عن السبب. في ذلك الوقت أعطاه غلانتون تفاصيل الحالة التي وضع نفسه فيها، ولكن إذا كان يشعر بالقلق من كونه بدون سلاح في البرية وأن نصف الآباتشي يلحقون بهم، فهذا الأمر احتفظ به كله لنفسه. كان القسيس السابق قد توقف قليلا ليعيد إشعال غليونه، ومد نفسه نحو النار ليحضر قطعة فحم كما فعل المستطلعون الحمر، ثم أعادها إلى النار وكأن لها مكانا مناسبا هناك. الآن ماذا تعتقد أنه كان هناك في الجبال التي توجهنا إليها؟ وكيف عرف عن ذلك؟ كيف وجدها؟ وكيف استفاد منها؟ كان يبدو أن توبين قد صاغ تلك الأسئلة لنفسه. كان ينظر إلى النار ويدخن غليونه، وقال: حقا كيف؟ وصلنا إلى سفح الهضبة مبكرين ذلك المساء، وتابعنا حتى الغدير وواصلنا الطريق، أعتقد حتى منتصف الليل، وأقمنا معسكرا بدون ماء ولا أخشاب. في الصباح رأيناهم في السهل إلى الشمال، ربما على بعد 10 أميال. كانوا يمتطون خيولهم كل 4 رجال وكل 6 جنبا إلى جنب، ولم تكن تنقصهم المؤونة ولم يكونوا في عجلة. بقي القاضي مستيقظا طوال الليل حسب ما قاله الحرس، يراقب الوطاويط.
كان يصعد إلى جانب الجبل ويدون ملاحظات في دفتر صغير ثم يعاود النزول. لم يكن ليشعر بابتهاج أكثر مما هو فيه. فر الرجلان في الليل، وهذا قلص عددنا إلى 12 رجلا و13 مع القاضي. لقد تفحصت القاضي بأفضل ما يمكن بين الفينة والأخرى. كان يبدو مجنونا الآن، ولا يبدو كذلك بعد قليل. أما جلانتون فقد كنت أعرف دائما أنه مجنون. غادرنا مع أول ضوء للنهار نحو طريق مشجر قليلا. كنا على المنحدر الشمالي، وكانت أشجار الصفصاف وشجر جاري الماء والكرز تنمو من الصخر، مجرد أشجار صغيرة. كان القاضي يتوقف ليجمع النباتات لدراستها ثم يلحق بنا. حقيقة لم أرى ما يماثلها، وكان الهمجيون طوال الوقت على مرأى واضح أسفل منا. وواصلنا الركوب إلى ذلك الحوض. يا إلهي، لقد أحدثت تشنجا في رقبتي، فلم أستطع أن أبعد عيني عنهم. كانوا يبدون 100 شخص إذا كانوا شخصا واحدا. وصلنا إلى أرض صلبة مليئة بشجر العرعر، وتابعنا طريقنا. لم يحاولوا وضع مقتفي الآثار التابعين لهم موضع المسؤولية. لقد ركبنا طوال ذلك اليوم. لم نعد نرى أيا من الهمجيين، فقد أصبحوا تحت جانب الجبل المحجوب، وكانوا في مكان ما على المنحدر أسفل منا. بمجرد أن حل الغسق وكانت الوطاويط تحلق حول القاضي، قام بتغيير طريق سيرنا مرة ثانية. واصل السير وهو يحمل قبعته وينظر إلى الأعلى على الحيوانات الصغيرة. انقسمنا وافترقنا عند أشجار العرعر، ثم توقفنا لنعيد تجمعنا ولتستعيد الخيول قوتها. جلسنا في مكان قريب في الظلام، ولم ينبس أحد ببنت شفا. عندما عاد القاضي تهامس مع جلانتون فيما بينهما، ثم تحركنا من جديد. قدنا الخيول في الظلام. لم يكن يوجد ممر، فقط منحدر من الصخور الوعرة. عندما وصلنا إلى كهف، ظن بعض الرجال أنه يقصد أن يجعلنا نختبئ هناك، وبأنه هو في الحقيقة كان سخيفا تماما. ولكن كان من أجل النتر. تصور، تركنا كل ما نملك على مدخل ذلك الكهف، وملأنا محافظنا وسلالنا بقاذورات الكهف، وغادرنا عند انبلاج الفجر. عندما وصلنا قمة المرتفع فوق ذلك المكان ونظرنا إلى الخلف، كان هناك عدد كبير من الوطاويط تدفقت من داخل الكهف. الآلاف من تلك المخلوقات، واستمرت بالتدفق هكذا لمدة ساعة أو أكثر، إلى أن لم نعد نرى أيا منها. أما القاضي فقد تركناه على طريق مرتفع عند جدول مياهه صافية وضحلة، هو وواحد من هنود ديلاوير. أخبرنا أن ندور حول الجبل ونعود إلى ذلك المكان خلال 48 ساعة. أنزلنا الصناديق على الأرض وأخذنا الحصانين معنا، وبدأ هو والرجل من ديلاوير بجر السلال والحقائب فوق ذلك الجدول الضحل. راقبته وهو يذهب، وقلت إن عيني لن تقع على ذلك الرجل مرة ثانية. نظر توبين إلى الصبي وتابع. أبدا في هذا العالم. اعتقدت أن جلانتون سيتركه. واصلنا طريقنا. في اليوم التالي عند الجانب البعيد للجبل قابلنا الفتيين اللذين هربا منا. كانا معلقين بالمقلوب على شجرة، وكانا مسلوخي الجلد. وأستطيع أن أقول لك إن ذلك يؤثر على مظهر الرجل بشكل قليل جدا. لكن إذا كان الهمجيون لم يخمنوا بعد، فقد عرفوا الآن بالتأكيد أننا لا نملك أي بارود. لم نمتطي الخيول، فقط سقناها وأبعدناها عن الصخور،
وأمسكنا أنوفها عندما كانت تستنشق. ولكن في هذين اليومين كان القاضي يصفي السماد بماء الجدول ونشارة الخشب ويرسبه خارجا، وبنى تنورا من الصلصال وحرق فيه فحما. كان يطفئ النار في النهار ويعيد إشعالها مرة ثانية عندما يحل الظلام. عندما عدنا وجدناه هو والرجل من ديلاوار يجلسان في الجدول عاريين تماما. في البداية بدا أنهما ثملان، ولكن من ماذا؟ لا أحد يستطيع أن يخمن. كان سفح الجبل كله مغطى بهنود الآباتشي، وهناك كان هو. وعندما رآنا نهض وذهب إلى شجر الصفصاف وعاد بحقيبتين. كان يوجد في إحداهما حوالي 8 باوندات من كريستال الملح الصخري النقي، وفي الثانية حوالي 3 باوندات من فحم شجر جاري الماء. كان قد طحن الفحم في داخل صخرة مجوفة حتى أصبح مسحوقا. كان يمكنك عمل حبر منه. أغلق الحقائب وربطها بحبال، ثم وضعها فوق قربوس سيرجي غلانتون. بعد ذلك لبس هو والهندي ملابسهما، وقد كنت مسرورا بذلك لأنني لم أرى في حياتي رجلا بالغا بدون شعر على جسمه ويزن 24 حجرا، وهذا ما كان عليه سابقا وهو عليه الآن، وأنا متأكد من ذلك. فقد قمت بعد القطع على القضيب ورأيتها بعيني الصاحيتين عند ميزان المواشي في مدينة تشيهواهوا في ذلك الشهر نفسه وتلك السنة نفسها. نزلنا من الجبل بدون مستطلعين ولا أي شيء، فقط بدون تردد. كنا نتوق بشكل شديد للنوم. كان الظلام قد حل عندما وصلنا إلى السهل، فاجتمعنا وقمنا بعد الأفراد ثم واصلنا السير. كان القمر هلالا وكان يكبر، وكنا نحن مثل راكبي خيول السيرك بدون صوت، والخيول كأنها تسير على قشر بيض. لم نكن نعرف بأي طريقة أين يمكن أن يكون الهمجيون. آخر دليل حصلنا عليه عن وجودهم في الجوار كان الفتيين المسلوخين على الشجرة. انطلقنا باتجاه الغرب عبر الصحراء ونحن مرهقون حتى الموت. كان دوك إيرفينغ أمامي، وكان النور ساطعا جدا لدرجة يمكنني أن أعد فيها عدد شعرات رأسه. تابعنا السير طوال الليل، وباقتراب النهار عند نزول القمر صادفنا مجموعة من الذئاب. انتشرت ثم عادت، ولم يعد يسمع لها صوت ولا شيء أكثر من الدخان وراءها. ثم اندفعت وشكلت 3 أرباع دائرة وأحاطت بالخيول. كانت واضحة مثل النحاس، وأخذنا نضربها ونجرها بقيود خيولنا، وكانت تنسل وتمر. لم يكن يمكنك سماعها على أرض الحوض القاسية، فقط تسمع صوت تنفسها أو عندما كانت تزمجر أو تتذمر أو تبرز أسنانها. توقف غلانتون ودارت تلك الحيوانات حول المكان وركضت بعيدا ثم عادت. 2 من هنود ديلاوير راجعا إلى الخلف نحو اليسار قليلا. أشخاص أشجع مني، وبالتأكيد وجدوا القنيص. لقد كان ذكر ظبي صغير قتل حديثا في الليلة الماضية. كان قد أكل نصفه. هجمنا عليه بسكاكيننا وأخذنا باقي اللحم معنا وأكلناه نيئا من السرج، وكان أول لحم نراه منذ 6 أيام. كنا مستميتين لذلك اللحم. تجولنا على الجبل بحثا عن حبوب الصنوبر مثل الدببة، وكنا سعداء لإيجاد اللحم. تركنا ما هو أكثر من العظام قليلا لذئاب اللوبو، ذلك أنني لا أطلق النار على ذئب أبدا، وأعرف رجالا عندهم الشعور نفسه. خلال كل ذلك الوقت بالكاد تكلم القاضي كلمة. عند الفجر كنا على حافة المالبيز الشاسعة.
وكان فضيلته يأخذ موقعا على بعض صخور الحمم البركانية هناك، وبدأ بإلقاء خطبة علينا كانت مثل عظة في كنيسة، ولكنها كانت خطبة لم يسمع بها أي رجل منا من قبل. خلف المالبيز كانت هناك قمة بركان، وفي ضوء الشمس كانت تتلون بعدة ألوان، وكانت هناك طيور سوداء صغيرة تحلق خلال الرياح، وكانت الرياح تصفع بجزاعة القاضي القديمة بجانبه. وأشار إلى الجبل الصلب المنعزل وتخلى عن خطبته، ولا أعلم لأي غاية، لم أعلم عندئذ ولا أعلم الآن. ثم ختم بإخبارنا أن أمنا الأرض كما قال مدورة مثل البيضة، وتحتوي على كل الأشياء الخيرة بداخلها. ثم استدار وقاد الحصان الذي كان يمتطيه عبر تلك الأرض ذات النفايات الزجاجية السوداء الغادرة بالإنسان والحيوان على حد سواء، ونحن خلفه مثل التابعين لدين جديد. توقف القسيس السابق فجأة ونفض غليونه المطفأ على كعب حذائه، ونظر إلى القاضي على الطريق حيث جلس وجذعه عار مقابل النار كما هي عادته. استدار وحدق بالصبي. المالبيز إنها متاهة تكون راكضا على قنة جبل صغيرة، وإذ بصدوع منحدرة توقفك ولا تتجرأ بالقفز عنها. الجوانب من الزجاج الأسود الحاد وصخور الصوان الحادة في الأسفل. قدنا الخيول بكل حذر، وكانت حوافرها ما تزال تنزف. تمزقت أحذيتنا إلى قطع. عند التسلق فوق تلك الصفائح المجوفة القديمة يمكنك أن تشاهد بوضوح كيف تكونت الأشياء في ذلك المكان. انصهرت الصخور وتركبت مجعدة فوق بعضها مثل حلوى البودينج، وثقبت الأرض حتى لبها المنصهر، حيث يوجد كما يعرف أي شخص مركز جهنم. فالأرض عبارة عن كرة في الخلاء، والحقيقة أنه لا يوجد أعلى ولا أسفل لها، ويوجد رجال في هذه المجموعة يجلسون بجانبي قد شاهدوا آثار حوافر مشقوقة في الصخر ورشيقة مثل آثار ظبية صغيرة أثناء انطلاقها. ولكن لماذا تمشي ظبية صغيرة فوق صخور منصهرة؟ أنا لم أستطلع الأمر من الكتاب المقدس، ولكن يبدو أنه كان هناك مرتكبو آثام، شياطين رديئو السمعة، لدرجة أن النار قذفتهم إلى الخارج مرة أخرى. وأستطيع أن أرى بوضوح في الزمن الغابر كيف كانت الشياطين الصغيرة بمذاريها التي قاومت ذلك القيء الملتهب لكي تنقذ تلك الأرواح التي بسبب بلية طفيفة قذفوا من اللعنة إلى الرفوف الخارجية للعالم. نعم، إنها عقيدة ليس أكثر، ولكن في مكان ما في نظام الأشياء لا بد أن يلامس هذا العالم الآخر. هناك شيء ما قد وضع علامات الحوافر الصغيرة على سيل الحمم البركانية، لأنني رأيتها بنفسي. كان القاضي يبدو وكأنه لم يرفع نظره عن ذلك المخروط الخامد حيث يرتفع من الصحراء مثل القرحة التناسلية الصلبة. حذونا حذوه بوقار كطيور البوم، ثم استدار ونظر إلى الوراء وضحك عندما رأى وجوهنا. عند سفح الجبل تقدمنا كثيرا وأرسلنا رجلين ليتابعا المسير مع حصانين رأيتهما يذهبان، أحدهما عند هذه النار الليلية، ورأيته يسوق الحصانين بعيدا فوق أرض النفايات كرجل ذي قدر مشؤوم. ولم نكن نحن أنفسنا ذوي قدر مشؤوم، لا أعتقد. عندما رفعت نظري كان قد وصل للتو إلى الجانب المنحدر وإلى السفح. كان القاضي هناك.
حقيبته فوق كتفه وبندقيته بدل العصا. تسلق الجبال، وهكذا ذهبنا جميعا. وما إن وصلنا منتصف الطريق إلى الأعلى حتى رأينا الهمجيين في السهل. واصلنا الصعود. اعتقدت أنه عند حدوث الأسوأ سنلقي بأنفسنا داخل فوهة البركان أفضل من أن نؤخذ من قبل أولئك الشياطين الشريرين. تابعنا الصعود، وأعتقد أن النهار كان قد انتصف عندما وصلنا إلى القمة، وكنا مرهقين. لم يكن الهمجيون على بعد أكثر من 10 أميال. نظرت إلى الرجال حولي، وبالتأكيد لم يبدوا كثيري العدد. لقد جرد منهم الوقار. كانوا جميعا طيبي القلوب من قبل والآن، وما كنت أحب أن أراهم هكذا. وكنت أعتقد أن القاضي أرسل بيننا بدل اللعنة، ولكنه أثبت أنني كنت على خطأ. وفي الوقت الذي أثبت فيه ذلك، فأنا بين رأيين مرة ثانية الآن. كان أول الواصلين إلى حافة القمة المخروطية بسبب حجمه، ووقف يحدق حوله وكأنما أتى من أجل المنظر، ثم جلس وأخذ يقشر الصخر بسكينه. وانتشرنا واحدا فواحدا بدون اتساق، وكان يجلس وظهره إلى تلك الحفرة العميقة، وكان يكسر الحجر إلى قطع صغيرة، ونادى علينا لنفعل مثله. كان كبريت، الكثير من الكبريت حول حواف الفوهة البركانية، مضيء وأصفر يلمع هنا وهناك مع قشور بسيطة من السيليكا، ولكن الأكثر كان ذرورا نقية من الكبريت. حررنا الكبريت بتكسيره، وقطعناه ناعما بسكاكيننا حتى حصلنا على ما يقارب رطلين 2 منه. ثم أخذ القاضي الحقائب وذهب إلى مكان في الصخر بشكل الكوب، وأفرغ الفحم والنتر وحركهما بيده، ثم صب الكبريت فيه. لم أكن أعرف إلا أن المطلوب منا هو أن ننزف دما فيه مثل البنائين الأحرار، ولكن الأمر لم يكن كذلك. قام بمزجهما جافين بيديه، وخلال فترة قصيرة كان الهمجيون قد وصلوا إلى السهل ويزحفون قريبا منا. وعندما استدرت كان القاضي واقفا، ابن الجنية العظيم الأجرد من الشعر، وأخرج عضوه التناسلي وتبول فوق الخليط بإفراط كبير، ورفع إحدى يديه وصاح ينادينا لنفعل مثله. لقد كنا جميعا أنصاف مجانين. على أي حال اصطففنا الرجال من ديلاوير والجميع، كل رجل ما عدا جلانتون الذي كان لافتا للنظر. سحبنا أعضاءنا الذكرية على الخليط وتبولنا، وكان القاضي جاثيا على ركبتيه يعجن الخليط بيديه العاريتين، وكان البول يتناثر حوله وهو يصيح بنا لنتبول. تبولوا يا رجال، تبولوا من أجل صالحكم. ألا ترون أصحاب الجلود الحمراء هناك؟ ويضحك قليلا، ثم يمزج تلك الكتلة الكبيرة بشكل عجينة سوداء كريهة الرائحة، كأنها برائحتها النتنة خليط شيطان، وهو نفسه ليس بصانع معجنات شرير لعين، لا أعتقد. ثم بدأ يسويها على الصخور المواجهة للجنوب، وينشرها طبقات رقيقة بنصل سكينه، وينظر إلى الشمس بعين واحدة، وهو ملطخ بالسواد، ورائحته نتنة من رائحة البول والكبريت. وكان يبتسم ويستخدم السكين ببراعة مدهشة، وكأنه يفعل ذلك كل يوم في حياته. عندما انتهى جلس إلى الوراء ومسح يديه على صدره، ثم راقب الهمجيين، وكذلك فعلنا نحن جميعا. في ذلك الوقت كانوا قد وصلوا إلى مالبيز،
وكان عندهم مقتفي آثار يتتبعنا في كل خطوة على الصخر الأجرد، ويتراجع عند كل قمة لا يظهر ما وراءها وينادي على الآخرين. لا أعرف ماذا كان يتبع، الرائحة ربما. وسرعان ما سمعناهم يتحدثون هناك، ثم رأونا. حسنا، الرب وحده في عظمته يعرف ما كانوا يفكرون به. كانوا منتشرين حول الصخور البركانية، وأشار أحدهم ونظر الجميع إلى الأعلى. لقد صعقوا بدون شك لرؤية 11 رجلا يجثمون على قمة حافة جزيرة حلقية شديدة الحرارة، مثل طيور أخطأت في طيرانها. كانوا يتفاوضون ونحن نراقب لنرى إذا ما كانوا سيبعثون رسولا منهم وراء الخيول، ولكنهم لم يفعلوا. لقد تغلب طمعهم على كل شيء آخر، وبدأوا من قاعدة قمة البركان وزحفوا فوق الصخور البركانية ليروا من سيكون الأول. أعتقد أنه كان لدينا حوالي ساعة، وراقبنا القالب النتن الذي صنعه القاضي وهو يجف على الصخور، وراقبنا غيمة تتجه إلى الشمس، وتخلينا واحدا تلو الآخر عن مراقبة الصخور أو الهمجيين، لأن الغيمة كانت تبدو أنها ستحجب الشمس وتأخذ الجزء الأفضل من الساعة الباقية عندما تجتاز الشمس. وتلك كانت الساعة الأخيرة التي نملكها. حسنا، كان القاضي جالسا يدون في دفتره الصغير، ورأى الغيمة مثل كل رجل، فوضع الدفتر جانبا وأخذ يراقب الغيمة، وفعلنا جميعا الشيء نفسه. لم يتكلم أي منا، لم يكن أحد يلعن أو أحد يصلي، فقط كنا نراقب. وحجبت تلك الغيمة زاوية من الشمس، واستمرت بالمرور حتى لم يعد يسقط فوقنا أي ظل. وأخذ القاضي دفتره وتابع تدوين ملاحظاته كما كان يفعل من قبل. كنت أراقبه، ثم تسلقت وفحصت قطعة من تلك المادة بيدي. كانت تنبعث منها حرارة. مشيت بجانب الحافة، وكان الهمجيون يصعدون من كل مكان، وذلك لعدم وجود طريق مفضل على ذلك المنحدر الوعر المليء بالحصى. بحثت عن حجارة بأي حجم لألقيها إلى الأسفل، ولكن لم يكن يوجد ما هو أكبر من قبضة اليد، فقط حصوات صغيرة وصفائح خشنة. نظرت إلى جلانتون وكان يراقب القاضي، وبدا كأن حواسه قد سرقت. حسنا، أغلق القاضي دفتره الصغير، وأخذ سترته الجلدية وبسطها على المكان الذي يشبه قليلا شكل الكوب، وطلب منا أن نحضر المادة إليه. أخرجت كل سكين وذهبنا لكشطها، والقاضي يحذرنا من إشعال أي نار بجانبها. ثم كومناها داخل القميص، وبدأ بتقطيعها وطحنها بسكينه، وصاح: كابتن جلانتون! هل تصدق؟ كابتن جلانتون، احشو بندقيتك وتعال لنرى أي نوع من الأشياء لدينا هنا. أتى جلانتون حاملا بندقيته، وأفرغ الشاحن وحشى الماسورتين، ثم دفع كرتين داخل حجيرة الطلقات، ثم أغلق الشاحن وتقدم نحو الحافة. ولكن هذه لم تكن طريقة القاضي أبدا. أسفل فوهة ذلك الشيء، قال القاضي، ولم يجادل جلانتون في ذلك. نزل إلى منحدر الحافة الداخلية، إلى حيث توجد نهاية ذلك المسرب المرعب، وحمل بندقيته بعيدا فوقه وسددها إلى الأسفل، ودفع زند البندقية وأطلق النار. لم تكن لتسمع مثل ذلك الصوت منذ فترة طويلة. لقد سبب لي قلقا. أطلق من الماسورتين،
ونظر إلينا ونظر إلى القاضي. لوح القاضي فقط واستمر بالطحن، ثم دعانا جميعا لنملأ قروننا وقواريرنا سروجنا. وقد فعلنا واحدا تلو الآخر ونحن ندور بجانبه مثل أعضاء كنيسة. وعندما حصل كل منا على حصة، ملأ هو دورقه وأخرج مسدساته وجهز الفتيل. كان رئيس الهمجيين على بعد ليس أكثر من 8 ميل على المنحدر. لقد كنا مستعدين لمهاجمتهم، ولكن القاضي لم يوافق، وأطلق النار من مسدسيه داخل فوهة البركان مباعدا بين الطلقات، وأفرغ الحجيرات 10 ودعانا للبقاء في الخلف بعيدا عن مدى الرؤية، في حين قام هو بإعادة حشو مسدسيه. كل إطلاق النار هذا أوقف الهمجيين بدون شك لفترة من الوقت، حيث أنهم كانوا على الأرجح يظنون أننا بدون بارود كلية. ثم صعد القاضي إلى الحافة ومعه قميص من قماش الكتان الأبيض الجيد، أخرجه من حقيبته ولوح به للهنود الحمر ونادى عليهم بالإسبانية. حسنا، كان ذلك سيملأ عينيك بالدموع. كان يصيح: جميعهم ماتوا إلا أنا، ارحموني، كلهم ماتوا. كلهم بالإسبانية، ملوحا بالقميص. يا إلهي، لقد جعلهم ينبحون مثل الكلاب على المنحدر. التفت إلينا القاضي بابتسامته تلك وقال: أيها السادة، كان ذلك كل ما قاله. كان المسدسان مدسوسين في حزامه من الخلف، ثم سحبهما كل واحد في يد. كان قادرا على استخدام يديه الاثنتين بنفس البراعة مثل العنكبوت. كان يستطيع أن يكتب كل مرة بيد، وقد رأيته يفعل ذلك، وبدأ بقتل الهنود. لم نكن بحاجة إلى دعوة أخرى. يا إلهي، لقد كانت مجزرة. عند أول إطلاق للنار قتلنا حوالي 12 ولم نتوقف، وقبل أن يصل آخر زنجي بائس إلى أسفل المنحدر كان 58 منهم مقتولين بين الحصى. كانوا ينزلقون على المنحدر مثل ما ينزلق قشر الحنطة عبر القادوس، بعضهم ينقلب إلى هذه الناحية وبعضهم إلى تلك، وقد شكلوا سلسلة حول قاعدة الجبل. قمنا بسند مواسير بنادقنا على حجر الكبريت، وأطلقنا 9 طلقات أخرى على الصخور البركانية حيث هربوا. كان موقفا رهيبا. سقط المحاربون، آخر واحد منهم قتل كان على بعد جزء من الميل من فوهات البنادق، وقد قتل أثناء هروبه. لقد كان إطلاق نار قاسيا في كل مكان بدون أي طلقة خطأ في العملية بذلك البارود الغريب. التفت القسيس السابق ونظر إلى الصبي. لقد كان ذلك القاضي كما رأيته لأول مرة في حياتي. نعم، إنه شيء جدير بالدراسة. نظر الصبي إلى توبن وقال: بماذا كان قاضٍ؟ بماذا كان قاضٍ؟ نظر توبن بعيدا عبر النار وقال: أيها الولد، اصمت الآن، سيسمعك الرجل. إن لديه آذانا كآذان الثعلب.